أنت ومالك لأبيك، هل هذا حديث؟ أنت ومالك لأبيك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا تخلو من مقال، والمعارضات له أقوى منه بكثير. فمن المعارضات له قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فجعل الله للأب السدس، ولو كان أنت ومالك لأبيك صحيحا لأخذ الأب المال كله. هذا شيء. ثانيا، أن الله قال في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، الآية. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. رابعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد السفلى خير من اليد العليا، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول: أطعمني أو طلقني، ابنك يقول: أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول: أطعمني أو أعتقني. هذا وثمة استدلالات أخرى استدل بها الشافعي وغيره على تضعيف هذا الحديث وتوهينه، والله أعلم.